أخبار المغرب، أهلا بكم. وهذه أبرز العناوين: العثور على طالب جامعي مذبوح من الرقبة داخل شقته التي يكتريها بطنجة. وإلى التفاصيل. علمت أخبارنا المغربية من مصادرها أن العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة تعمل جاهدة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 5 نوفمبر الجاري لكشف خيوط وملابسات جريمة قتل خطيرة راح على إثرها طالب جامعي داخل شقة يكتريها بمجمع الحديقة حي مسنانة ضواحي المدينة. التحقيقات الأولية التي باشرها محقق الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة المختصة كشفت أن الضحية ينحدر من مدينة العرائش وعمره 19 سنة، كان يدرس في السنة الرابعة بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، وتم العثور عليه مذبوحا من الرقبة وسط غرفة نومه بالشقة التي كان يكتريها بمفرده. ووفقا لذات المصادر فإن أسرة المعنية بالأمر هي التي أبلغت عن الجريمة، وذلك بعدما قدمت من العرائش لزيارة ابنها الهالك واستفساره عن أسباب عدم رده على اتصالاتها المتكررة به منذ مساء أمس الجمعة لتنصدم بهول الفاجعة بعد وصولها. هذا وبعد تمشيط محيط الواقعة وأخذ العينات التي قد تفيد في مجريات التحقيق، تم تحويل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الدوق طوفار تمهيدا لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة. وأضافت ذات المصادر أن مصالح الأمن لا زالت تواصل دائرة التحقيقات عبر الاستماع إلى المشتبه فيهم أملا في فك لغز هذه الواقعة التي هزت مدينة البوغاز.